إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ويسعى بعده إن كان متمتعا، أو إذا لم يكن قد سعى من قبل مع طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا فيلزمه السعي، مع العلم بأنه يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى، والنزول إلى مكة بعد الفراغ من رمي الجمرات. وبعد أن ينتهي الحاج من طواف الإفاضة في يوم النحر يباح له كل محظورات الإحرام حتى النساء، ثم يرجع إلى منى للمبيت بها أيام التشريق الثلاثة، ليلة 11 و12 و13، أو ليلتين لمن أراد التعجل، مصداقا لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. والواجب على الحاج رمي الجمرات الثلاثة بعد الزوال من الأيام التي يقضيها في منى، ويكبر مع كل حصاة. ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو بما شاء. أما الجمرة الأولى وهي جمرة العقبة فلا يقف ولا يدعو بعدها. فمن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم 12 بعد الزوال، ثم يخرج من منى قبل غروب الشمس، فإذا غربت عليه الشمس وهو في منى يلزمه البقاء للمبيت بها ليلة 13، والرمي في اليوم 13 ما لم يكن قد تهيأ للتعجل فيمضي ولا يلزمه المبيت بمنى. طواف الوداع. وتعرج بنا الرحلة مرة أخرى إلى مكة المكرمة للطواف حول البيت العتيق، وقد شارفت الرحلة على نهايتها بعد أن فرغت وفود الحجيج من أداء مناسكها بأركانها وواجباتها وفرائضها، وليكون طواف الوداع آخر العهد بالبيت امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. وطواف الوداع هو آخر واجبات الحج التي يلزم الحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة عائدا إلى بلده، ولا يعفى من طواف الوداع إلا الحائض والنفساء. المدينة النبوية وصفة زيارة المسجد النبوي. وإلى المدينة النبوية مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحال لزيارة المسجد النبوي الشريف الذي هو أحد 3 مساجد لا تشد الرحال إلا إليها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. ومع أن زيارة المسجد النبوي ليست شرطا أو واجبا في الحج، بل ليس لها بالحج أي رابط أو صلة وليس لها إحرام، إلا أنها مشروعة ومستحبة في أي وقت طوال العام. وطالما أن المرء قد وفقه الله ويسر له الوصول إلى بلاد الحرمين الشريفين، فيسن له الذهاب إلى المدينة النبوية للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعد الصلاة فيه خيرا من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، ثم ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت أخي الزائر إلى المسجد النبوي فقدم رجلك اليمنى في الدخول وسم الله تعالى وصل على نبيه صلى الله عليه وسلم،
واسأل الله تعالى أن يفتح لك أبواب رحمته، وقل: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. كما يشرع ذلك عند دخول سائر المساجد. وبعد دخولك المسجد بادر بالصلاة ركعتين تحية المسجد، وحبذا لو كانت في الروضة، وإلا فصل في أي مكان من المسجد. ثم اذهب أخي الزائر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقف أمامه مستقبلا له، وابدأ بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم بأدب وصوت منخفض قائلا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجزه عن أمته أفضل الجزاء. ثم تحول إلى يمينك قليلا لتقف أمام قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فتسلم عليه وتدعو له بالرحمة والمغفرة والرضوان. ثم تحول قليلا مرة أخرى إلى يمينك لتقف أمام قبر عمر رضي الله عنه، فتسلم عليه وتدعو له بالرحمة والمغفرة والرضوان. ويلاحظ أن بعض زائري المسجد النبوي يرتكبون أخطاء تعد من قبيل البدع التي لا أصل لها ولم ترد عن الصحابة رضوان الله عليهم، ومن ذلك التمسح بشباك الحجرة وبجنبات المسجد، واستقبال القبر عند الدعاء، والصواب استقبال القبلة في حال الدعاء. ويسن لك بعد ذلك زيارة قبور أهل البقيع التي تضم العديد من الصحابة، ومنهم الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكذلك زيارة قبور شهداء أحد، ومنهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، تسلم عليهم وتدعو لهم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوا عند زيارة القبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. كما يسن لك أخي الزائر ما دمت في المدينة أن تذهب متطهرا إلى مسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام، فتزوره وتصلي فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في ذلك. وليس في المدينة بعد هذا مساجد ولا أماكن تشرع زيارتها، فلا يشقن المرء على نفسه ويتحمل الانتقال هنا وهناك لما لا أجر فيه. وينبغي الحاج والمعتمر إذا رجع إلى بلده فليتذكر ما أداه من شعائر الحج، كل ما دعته نفسه إلى معصية فليتذكر وقوفه بعرفة وطوافه بالبيت وإقامة ذكر الله عز وجل في أماكن الحج، فإن ذلك يعين على عصمته من الذنوب. أسأل الله تعالى الجميع حج مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.